المراد بالريح الشديدة ما خرج عن العادة، وأما الريح المعتادة فإنها لا تبيح الجمع. لكن الريح الخارجة عن العادة التي يكون فيها برودة تشق على الناس يجوز فيها الجمع. فإن قال قائل إذا وجدت شدة برد دون ريح هل يباح الجمع؟ لا، لأن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقاها الإنسان بكثرة الثياب، لكن إذا كان هناك ريح مع شدة البرد تدخل في الثياب. طيب لو كان هناك ريح شديدة بدون برد فلا جمع، لأن الريح الشديدة بدون برد ليس فيها مشقة. لكن لو فرض أن هذه الريح الشديدة تحمل ترابا يتأثر به الإنسان ويشق عليه فإنها تدخل في القاعدة العامة وهي المشقة، وحينئذ يجوز الجمع.